السلام عليكم. اليوم صحاب الريجيم ياكلوا لي باط بلات اني بالضمير وتيجيو ولدات واحد الطريقه كيجيو معلكين يا سلام. كناخذ واحد المقيله كندير فيها تقريبا واحد 2 معالق كبار ديال زيت البلديه، واحد الضريس ديال الثومه قطعته هكا طريفات، ونص بصله مشنفه مع النص ديال الفلفله حتى هي مشنفه، ممكن فلفله خضراء حمراء اللي متوفر عندكم. كنشحروهم مع بعضياتهم حتى كينزلوا بهذه الطريقه. ومن بعد غادي نضيف عليهم لدان، ديروا واحد شويه هكا ديال لدان اولا صدر ديال الدجاج اللي متوفر عندكم. انا لدان خديته مشرمل، ما احتاجيتش انني نشرملو. ممكن انكم نتوما تبلوه هكا يفضل الا خديتوه ما مشرملش. ديروا شويه ديال سكينجبير، شويه ديال الملحه، شويه ديال الابزار، وديروا شويه ديال الخرقوم وتشحروه هكا مع البصله والفلفله. صافي غادي نخليهم يتشحروا مزيان. ضفت واحد شويه ديال الملحه وواحد رشيشه ديال الابزار. وهنايا بديت كنسلق في لي باط. بالنسبه لي باط عندي بالقمح الكامل وفقط 50 غرام، يعني كميه قليله، فقط 50 غرام، راه الصوره واضحه في الفيديو. ومن بعد ما كيتشحر لينا داك العدن مع الفلفله والبصله، ضفت عليهم تقريبا واحد نص ربطه ديال لي زيبينار. صراحه تيجيو ولذاذ بزاف. خليتهم حتى الاخير لحد عاد تنضيفوا لي زيبينار وكنغطي عليهم ونخليهم يطيبوا. كما كتعرفوا لي زيبينار دغيا تيطيبوا، ما تياخذوش وقت كتير. صافي من بعد ما كيتشحروا لنا دوك لي زيبينار مع لدان والبصله والفلفله كيبداو صافي نزلات لينا، كنضيف عليهم ديك الكميه ديال لي باط اللي سلقتهم كما قلت لكم، لي باط بالقمح الكامل. وضفت لهم واحد المغرفه هكا ديال المريقه ديال اولا الماء اللي سلقنا فيه لي باط. وغادي نخليهم يتشحروا حتى كتشرب ديك المرقه كامله وما كتبقاش نهائيا، كتولي كلها معلكه بهذه الطريقه هذه. هنايا غطيت عليهم وخليتهم حتى كينشفوا من داك السوائل اللي زدنا ديال لي باط اولا من السوائل ديال لي زيبينار حتى كتنشف لينا مزيان. ونديروا شويه ديال الفرماج. نتوما بغيتو ديروا الفرماج بكثره ممكن انكم ديروه، انا راه ما خصنيش نهائيا ناكلو، ولكن درت واحد شويه هكا من الفوق. وبالصحه والراحه ثقوا بيا الا جربتوا هذه الطريقه راكم ما تندموش عليها، كيجيو صحيين ولذاذ بزاف.